السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقائي؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. معكم ميس أمان إسماعيل. النهاردة هنشرح عن الحروف المتحركة اللي هي الفاولز. ايه الحروف المتحركة دي؟ أولا احنا عندنا في الانجليش حوالي، يعني مش حوالي، ده أكيد يعني 26 حرف. عندنا كام؟ 26 حرف. في منهم 5 فاولز اللي هما الحروف اللي بتتحرك معايا في البق، بتتحرك معايا يبقى فيها مد، يعني فيها ضم وفتح وكسر. وفي الباقي بيكونوا يعني بقية الحروف التانية ساكنة. يعني مثلا تعالوا نبص كده على الجزء اللي هنا الأولاني اللي هو الحروف الفاولز. وأنا رسمت رسمة مبسطة اللي هي على شكل وجه أو وش معنى أصح، اللي هو بحرف الأو، والعينين الإي والإي، والمناخير على هيئة حرف الآي، واليو على هيئة اللي هو البق. اوكي كده. ده هيسهل على اطفالنا بالذات اللي في الكيجي اللي هم يعرفوهم بمنتهى السهوله. طب ايه هم حروف اللي بتتحرك معايا يبقى فيها مد؟ اللي هي A E I O U. لاحظتوا كده المد ان انا بمده، يعني انا ممكن كمان امد الى ما لا نهايه، بس شايفين الحركه بتاعتهم عامله ازاي؟ هما عشان كده سموهم فاولز، او هما اللي بيتحركوا، اللي هي الحروف المتحركه اللي هي بتحرك اي كلمه وبتتحرك اي حرف ساكن. تمام كده. بقيه الحروف اللي انتوا شايفينها التانية هي حروف ساكنه، ما ينفعش امد فيها، يعني ما ينفعش اقول بي، لا هو بي بيقف لحد هنا. ما ينفعش اقول سي، هو سي برضو وقف لحد هنا. تمام. الى لحد حرف الزي، ما ينفعش اقول زي، لا هو زي ووقف لحد كده. الحروف الفاولز هنا ليها نوعين، او مش نوعين، معنى اصح كده بتنقسم لشقين. كل حرف فيها بيبقى ليه منه الصوت بتاعه، بيبقى فيه منه شورت فاول وفيه منه لونج فاول. يعني مثلا لو حرف الاي بيبقى بيطلع منه صوت شورت، يعني المد بتاعه قصير شوية، وبيطلع منه صوت لونج وهو المد بتاعه بيبقى طويل. اول حاجة هناخد اللي هو شورت ايه، اللي هو حرف الايه، بس ايه بيبقى يكون المد بتاعه فيه قصير شوية. تعال نشوف كده، وبيبقى سريع بيتخطف معانا، زي مثلا كلمة and اهو ما طولتش فيه. apple apple cat man هنا بصوا اللي حسيته بالشورت الايش، حسيته اللي هو فعلا قصير. هو انتوا مش هتعرفوا فعلا المقارنة غير لما تعرفوا كمان اللونج، يعني تعرفوا الصوت الطويل بتاعه. بس خلينا في الشورت هنا. ها، كار جام ناب هات فات رات. هنا لو بصيتي هتحسي ان فعلا الصوت هنا قصير، بس فيه مد زي حرف الالف باللغة العربية. كار كات فات رات وهكذا. طب تعالوا بينا نشوف هنا شورت اي. شورت حرف الاي هنا، الحرف الاي عادة احنا قلنا حرف الاي اولا الساوند بتاعه تمام كده، وبيبقى طبعا زي ما انتوا سمعتوا الصوت بتاعه في الكلمات بتاعته. طب هنا بقى حرف الاي الساوند بتاعه ومعنى كده ان انا بيبقى فيه كسرة، بس كسرة مش قوية، كسرة خفيفة، يعني الكسرة بتاعته خفيفة، والمد بتاع الحرف الاي مش تقيل، يعني الكسرة بتاعته مش واضحة. تمام. تعالوا يلا بينا نكمل ونشوف الكلمات بتاعته. هنا نبص بقى على الكسرة الخفيفة اللي موجودة في حرف الاي، زي بد اهي، ما قلتش بد، لا انا قلت بد. تمام، يعني كسرت وفي نفس الوقت يعني كسرة مفتوحة معنى اصح. رد اج مش اج. اوكي. نت مش نت، لا نت. ست
sit get get مش get. اوكي، هنا بقى كلمة فيل اللي احنا بنتلخبط فيها كتير وبنسمعها غلط. ناس كتير بتقولها elephant. لا، ما تتكيش قوي على حرف الاي، لان حرف الاي هنا بيبقى شورت يعني قصير، فبالتالي لما نيجي ننطقها هنقول elephant. هنقول ايه؟ elephant. طيب عندي كمان rest. rest يعني اللي هو معناها راحة. يبقى الفيل بننطقها بنقول elephant، والراحة بنقول ايه؟ rest. يلا بينا نشوف هنا short I. short الاي بقى هنا بقى الكسرة فيه تقيلة شوية، يعني او واضحة معنى اصح، يبقى يعني زي حرف الاي كده بقى نطقه. عندي هنا الكلمات بتاعته زي big يعني big اللي هي كبير، غير بقى كلمة خنزير اللي هي big اللي هي البي بتاعته تقيلة. عندي wig اللي هي باروكة. عندي lab اللي هي شفة. طبعا بنقول لابس لو شفاه، الشفتين مع بعض. عندي بيت من الجليد اجلو. عندي يحفر دج. عندي حشرة insect. هنا معنى صح الاي هنا بتتنطق بصوت، يعني مش بصوت حرف الاي، لا باسم حرف الاي معنى صح، او الكسرة بتاعته بتبقى تقيلة شوية غير حرف الاي. تمام كده. حرف الاو هنا بيبقى الضمة باللغة العربية، عارفين الضمة، بس مش هنتك عليها قوي، لان حرف الاو في الشورت فاولز اكننا بنفتحه شوية. يعني مثلا في ناس كتير قوي بتتلخبط وتقول دوج اللي هي كلمة كلب، لا هي مش دوج، هي دوج. حرف الاو هنا بتفتحيه شوية، ما تضميش الشفتين قوي على بعض، لا على قدر الامكان بتحاولي تفتحي الشفة، يعني تفتحي دايرة الفم، وعلى قدر الامكان يعني بقى فيه فتحة في حرف الاو معنى اصح. تمام كده. طيب عندي كلمة حر معناها هات مش هوت. اوكي. ضفدعة بقى فراج. سوري لو انا نسيت اكتب النقطة بتاعت الضفدعة. تمام. طيب اخطبوط بقى اكتوبوس. تور اوكس. ابريق بوت. نقطة دوت مش دوت. اوكي. دفع او يعني واحد بمعنى اصح دفع او بيركض ببطء او بيجري ببطء، جوج. اوكي. تمام كده. اخر حاجة في حروف الفاولز حرف اليو، تعالوا معانا نشوف. هنا بقى حرف اليو حرف اليو هنا بيتنطق زي ما احنا عارفين الساوند بتاعه ايه؟ يعني عارفه لما واحد بيقول بطني كلمة دي بتبقى الفتحة بتاعته مفخمة شوية، الفتحة بتاعته مش زي الفتحة حرف الايه، لا هنا بقى بيبقى واكن الواحد هنا بيشتكي من وجع معنى اصح. زي كده تعالوا نشوف كده لما نيجي نقرا الكلمات وهنحسها. زي not زي cut مش كات اهي، شفتوا الفتحة عاملة ازاي، لكن هنا في اليو بقى cut. زي بج اللي هي الخنفسة. زي مج اللي هي المج. وزي برضو كلمة رج اللي هي السجادة، بس انا مش كاتباها هنا. اوكي. وزي كلمة فيشة بلج اللي هي الفيشة. وعندي كلمة اللي هي الشمسية umbrella اللي هي الشمسية. بصي اتنطقت ازاي؟ umbrella. وعندي كلمة أعلى معناها أب. كل ده حرف اليو هنا في الشورت فاولز بالذات، أو الصوت الشورت بتاعه القصير بيتنطق بصوته مش باسمه. اوكي، يعني هو الساوند بتاعه اللي هو اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم ويكون مبسط بالنسبة لكم. اشوفكم على خير ان شاء الله لما نيجي نشرح لونج فاولز. مع السلامة.